بداية إنهاء مهمة المينورسو في الصحراء الغربية. تعيش بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية المينورسو مرحلة مفصلية من مسارها، بعدما بدأت تتضح ملامح تقليص مهامها وإعادة هيكلتها، في خطوة تعكس بداية أفول دورها تمهيدا لإنهاء مهمتها التي استمرت لأكثر من 3 عقود. ويأتي هذا التحول عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2797 بشأن نزاع الصحراء، والذي أكد بوضوح أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الواقعي والوحيد القابل للتطبيق، ما جعل استمرار البعثة الأممية في شكلها الحالي يبدو غير ذي جدوى. وقد بدأت الخطوات العملية لهذا التحول فعلا، إذ كشفت معطيات خاصة حصلت عليها كود عن إعفاء 4 رؤساء قطاعات وأقسام من مهامهم خلال الساعات الماضية، في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة تروم ترشيد النفقات وتقليص الكلفة التشغيلية. وتشير المعطيات ذاتها إلى أن المعنيين ينتمون إلى فئة المسؤولين ذوي الرواتب المرتفعة، ما كان يشكل عبئا ماليا متزايدا على ميزانية البعثة التي تواجه عجزا متناميا في السنوات الأخيرة. كما قررت المينورسو التخلي عن إحدى طائرتيها المخصصتين للتنقل الميداني لموظفيها ومراقبيها، في إجراء يعكس حجم الضغوط المالية التي تعاني منها، ويؤشر إلى مرحلة جديدة من التقشف وإعادة توجيه الموارد اللوجستيكية والبشرية تمهيدا لإنهاء مهامها تدريجيا. ويأتي هذا التقليص في وقت تتجه فيه الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب إلى خفض الدعم المالي المخصص لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ما انعكس مباشرة على ميزانية المينورسو. ويرى مراقبون أن الإجراءات التقشفية التي باشرتها البعثة في الفترة الأخيرة من تسريح للموظفين وتقليص في الموارد ليست مجرد تدابير ظرفية، بل تعبر عن بداية تحول هيكلي ينذر بانتهاء دور المينورسو في ظل دخول ملف الصحراء مرحلة الحسم النهائية وفق الرؤية المغربية القائمة على الحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة للمملكة.